يا مساء الفل، اخباركم ايه؟ انا قلت بقى اطلع اقول الكلمتين دول بالليل تكون الناس يعني روقت وكده، لان اليومين دول يومين صعبين فعلا، صعبين على كل الناس. ففي 3 نقط انا عايز اطلع اتكلم فيهم بسرعه، وهحاول اتكلم بالمداري لان الفتره دي في فيديوهات كتير قوي بتتشال. وصدقوني انا مش بعمل كده يعني لحاجة، قد ما بعمل كده انا عايز ان حتى الكلام اللي اقوله يوصل لاغلبية الناس اللي عندي. ما يوقفش الفيديو. انتوا عارفين الفيسبوك الفترة دي بيوقع الفيديوهات لما تيجي سيرة الطرفين. فيعني الذكاء الاصطناعي ما خلاش حاجة والله، يعني لولاد الحلال والله. اول نقطة عايز اتكلم فيها الموضوع بتاع بيج رامي. النهارده بيج رامي او امبارح هو نزل بوست على الانستجرام. البوست ده انه هو كان بيدعم القضيه الفلسطينيه. يعني الراجل بصراحه، طبعا بيج رامي هو شخصيه تعتبر انترناشونال، يعني مثلا هو مش شخصيه مثلا معروفه على الصعيد المصري والعربي بس، لا الراجل معروف يعني في كل حته في العالم تقريبا. فطبعا حصل عليه هجوم كبير قوي من الناحيه التانية اللي بيدعموا اللي ما يتسموش. فكان في خناقه يعني. فهحط لكم لينك البوست تخشوا اللي عنده اكونت على الانستجرام يسبورت طبعا بيج رامي. وانا بحييه من موقع هذا، يعني الراجل بصراحه يعني عمل اللي عليه يعني. وبدون يعني هي قصص اللي هي مش يعني انت الموضوع ده لازم يبقى نابع من جوه البني ادم وهو بيعمله وهو حاسس بيه. وكل واحد فينا بيعبر بطريقته، هو مش مفروض عليه وهو عمله. فانا بحييه. احط لكم لينك الاكونت. تاني حاجه عايز اتكلم فيها، في فيديوز كتير قوي انتشرت بتاعه الاطفال. آم، آم، الاطفال اللي في القصف اللي هم ولاد اخواتنا. مناظرهم كانت صعبة جدا. والموضوع يعني قاسي جدا. انت حتى لما بتتفرج عليه، انا يعني حتى مش هعرض ولا صور ولا فيديوهات لان الموضوع قاسي قوي. فانت لما بتيجي تشوفه انت بتبقاش مستحمل. وبتسأل برضه السؤال، طب ما هو المجتمع الدولي مش شايف؟ ده لدرجة ان انت لما بتعمل جوجل على جوجل وتكتب اسم البلد بتاعت اخواتنا، تلاقي اول حاجة طلعت لك صور الاطفال اللي طالعة في القصف، اللي اخواته راحوا ماتوا والواد بيعيط عليهم. الفيديو ده كان يعني مأساوي، انا ما قدرتش امسك نفسي من الفيديو ده. فيديوهات تانية كتير لأطفال أصغر متعورين تعوير جامدة وستات كبار عواجيز يعني. طب ما المفروض المجتمع الدولي يلتفت لده. واضح قوي. أنا يعني أنا مستغرب، سبحان الله يعني سبحان الله. بس خلينا نسميها إيه، طبيعي. يعني طبيعي إن إحنا نناصر إخواتنا وتلاقي ناس تانيين بيدعموا اللي ما يتسموش أيا كانت جنسياتهم. وانا معرف هم شايفين ان ده حق وان ده هم بقى بيردوا وده رد فعل ورد اعتبار. بس انا مش قادر افهم فين المجتمع الدولي من الموضوع. والناس نايمه يعني. ما مش عارف، ربنا يصبرهم ويعينهم يا رب. تالت حاجه عايز اتكلم فيها، ودي انا تعرضت لها شخصيا. مبدئيا عايز اتكلم على فيديو شفته بتاع حد اسمه بلال حداد. بلال كان بيهاجم قوي محمد صلاح. وانا عارف ان ده بلال بيعمله من طيبته او من حسن النيه في او العشم، خلينا نقول العشم في محمد صلاح. وبيقارنه برياض محرز ويقول ان فخر العرب الحقيقي هو رياض محرز لا يا بلال معلش، انا متاسف. انا يعني عايز ايه اتكلم في كام نقطه كده معلش. والنقط دي مش دفاعا عن محمد صلاح. اولا القضيه مش مستنيه شخص بعينه يدعمها. القضيه معروفه وواضحه للجميع. خلاص، اللي قادر يعمل حاجه بيعملها. ما نقعدش ننظر على بعض. يعني انت ما تقعدش ما تقولش اصل هو محمد صلاح مش فخر العرب. لا، يو نيفر نو محمد صلاح بيعمل ايه في السر. مثلا هو ممكن يكون بيعمل حاجه في السر اجدع من اللي احنا كلنا بنعملها في العالم. انت ما انتش عارف. مش هينفع نخش في نوايا الناس. وبعدين قصه محمد صلاح واضحه ومعروفه. اخوكم مزنوق يعني. هو الراجل مش الله اعلم. لو اكيد انا مش بشكك ان محمد صلاح مثلا مش مع القضيه يعني. انا كاسلام اهو، انا بقول مستحيل. هو ديفنتلي بالقطع هو معاها. ظروفه ايه بقى احنا الله اعلم. وبعدين معلش يعني، هو لو محمد صلاح دعم ايه اللي هيحصل معلش انا احترامي الكامل ليه والله. برضو هو انا عارف ان هو في باور جامد، وهو هو شخصيه عامه بشكل كبير ومعروف دوليا. هو شخصيه بقى دوليه جامد.
بس برضو معلش يعني انا اسف، ايه اللي هيحصل؟ طب ما هو رياض محرز شخصيه دوليه ودعم، معلش في حاجه اتغيرت يعني. والله ده مش احباط ولا حاجه ولا دفاع عن محمد صلاح، بس اقصد ايه، انا مش عايز نسيب المهم والمفيد ونبتدي نجري ننظر على بعض. وانا شخصيا يعني طبعا انا مش بقارن نفسي بمحمد صلاح، بس يعني انا شخصيا جات لي مسجات كده، انت ليه ما بتتكلمش على القضيه الفلسطينيه؟ انت ليه يا جماعه؟ يا جماعه هو مش ترند، معلش هو مش ترند. وانت قاعد تشوف مين الفنان، والاقي بوست استاذ احمد فهمي يدعم فلسطين. الله معلش، معلش انا اسف، ده والله ليه هو ده لشخصه، مش للقضيه يعني. للقضيه هو معلش انا يعني انا شايف ان اكبر انجاز بنعمله لما بننزل بوست ان انا يمكن اديت دعم للناس هناك. لينا احنا المفروض انت مش محتاج. في بقى مسؤوليه الفرد، كل فرد عارف هيعمل ايه. وعلى فكره اغلبيتنا، الغالبيه العظمى مننا، انت في ايديك حاجه من اتنين يا معلم، يا تدعي يا تتبرع يعني. واللي عندهم كم واحد عنده صفحه يوعوا، لو هو عنده معلومه متاكد منها وواثق منها يطلع يقولها. ما انت ممكن برضو واحد يقوم طالع مفسي قايل اي كلام غلط يودي ناس وراه في داهيه يعني. فلو واحد متاكد وعنده معلومات يطلع يا باشا يفيد الناس، بس هم دول الثلاث حاجات. الباقي كله احنا هنقعد نعمل ايه؟ معلش. فانا اسف، انا مع احترامي للجميع، انت حياتك ما وقفتش يعني. انا في ناس انا حاسسها ان هم اولا هم واقفين على النت ماسكين بقى ورقه، ده حيانا، ده ما حياناش، ده بعت نقطه. لا انت ايه ده دورك يعني هم قالوا لك لما يبقى في ضرب ما بين اخواتنا واللي ما يتسموش، انت تقف بقى تاخد اسامي الناس على الفصل؟ مش طبيعي يعني. انا شايف ان ده مش طبيعي. ارجو ان احنا نتوحد، يعني نبقى كلنا متوحدين. بلاش يعني احنا سايبين المصيبه وعمالين نتخانق مع بعض في مين نقط ومين ما نقطش. مش معقول يعني. بس اتمنى ان يعني كلامي يكون خفيف على بالليل، وربنا يا رب يرحم كل موتانا ويشفي يا رب المصابين ويهدينا جميعا ويوحدنا جميعا. شكرا، تصبحوا على خير.